بالنسبة للحفل فالحمد لله يعني هذا يدل على تكاتف القبيلة، ونشكر شيوخ القبيلة ونشكر المنظمين اللي طلع لنا هذا الحفل الطيب. إن شاء الله إنه بدرة لحفلات أكبر ولتكاتف أكبر. لا يفوتني يعني أشكر الشاعر إبراهيم على هذه الجهود اللي الحقيقة لولا غيره يعني لا يستطيع إنه يجمع هذا الجمع من الناس وهذه الفكرة الرائعة. الله يحييكم في احتفال أو كرنفال مسابقة صورة من صورة وتدشين ديوان قيصر الشعر الشاعر ضيف الله بن مسلم العمري. بالنسبة للأخ ضيف الله أبو حاتم فأنا متابع لقصائده من قبل وأعرف يعني عنده نصوص إبداعية جميلة، وأبارك له إنه على هذه الخطوة الجديدة مع يعني إنه بدأ ووثق نتاجه في ديوان مسموع، والله يوفقه ويستاهل أبو حاتم. أما الشاعر ضيف الله فهو غني عن التعريف، شهادتي في الأستاذ ضيف الله مجروحة. أما بالنسبة للشاعر ضيف الله أبو حاتم فهو شاعر غني عن التعريف، شاعر مبدع جدا، كلماته جزلة، قصائده تميل إلى الحكمة أكثر. طبعا هو يعتبر شاعر يعني ماسك العصا من النصف، لا هو يميل إلى الحداثة ولا إلى التقليدية كثيرا، فهو شاعر متزن في أبياته يعجبني كثيرا، أتمنى له التوفيق. بالنسبة لديوان الأخ ضيف الله فالأخ ضيف الله ما شاء الله تبارك الله شاعر جازل ويستاهل أن يصدر ديوان يكون أول وثاني إن شاء الله وثالث، ونتمنى له التوفيق بإذن الله. مسابقة صورة من صورة أنا أشكر الأخ الشاعر إبراهيم السفياني على طرح الفكرة. بالنسبة للأبيات المشاركة هي وصلتنا احنا اختيار اللجنة الأستاذ رد السفياني والأستاذ عايش السفياني وأنا، وكانت النصوص وردتنا بدون أسماء، والحقيقة ورد نصوص جيدة، ويعني إذا دل على شيء فإنما يدل أن هذه القبيلة أنها يعني جامعة شعرية كبيرة، لأنه في ورد 32 اسم لم نعرفهم من قبل، وكانت مشاركتهم عالية جدا وراقية. بالنسبة لمسابقة الصورة من صورة القائمين عليها ما قصروا، قدموا لنا مجموعة من الشعراء تقريبا 32 شاعر تسابقوا على أفضل بيتين على الصورة، وإن شاء الله اللي نشوف صاحب المركز الأول ونبارك له مقدما، وهذا شيء طيب يعني يكون إقامة مناسبات زي هذه المسابقات، إن شاء الله القادم أفضل. المسابقة هذه الأولى من نوعها على مستوى بني سفيان، وإن شاء الله أنها تكون خطوة أولى في جمع الكلمة والنهوض بالمواهب المغمورة في القبيلة. أول شيء الحمد لله الحفل جدا كان حفل مشرف، وأحمد الله أن مكننا أن يكون بهذه الصورة الجميلة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الأخوان القائمين على هذا الحفل من داعمين ولجان، وعلى رأسهم الشاعر إبراهيم أبو الوافي وجميع طاقم اللجنة المقدمة، والحمد لله توفقنا ونحمد الله ونشكره. المشاركة ولعنة استحسان اللجنة اللي صراحة أنصفت الشعر. مشوار خطوات
ربما أنا في بداية المشوار، ونقول يا ساتر إلى الأمام إن شاء الله. نبغاك تعطينا البيتين اللي سويتها في المشاركة. البيتين اللي كتبتها للأمانة أقول يبه طلبتك تنتظرني ثواني، بجيب لعباتي وسجادة انصاف، برحل معك للبحث عن ظلم ثاني، دام الوفا واقف على حب الأكتاف.